السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرحنا يخص أشياء بسيطة اللي تخص بالفيسبوك، كثر يعني ما يعرفونها للمبتدئين، يعني منها اسمك يعني ما تقدر تغيره، أو اسم الجروب، جعل حسابك قديم، جعل صورتك آمنة، يعني ما حد يدخل عليه، يدخل عليها ما حد ياخذ الاي دي، شلون تسوي حساب فيسبوك بدون رقم، حصل على الإعجابات المنشور اللي تنزل الموقع، كيفية جعل حسابك آمن ولا أحد يدخل عليه أو يختار. المهم تابعوا يا، راح نجي بالسرعة اسمك ما تقدر تغير، فقط تابع معي. نجي هسه مثل ما تشوفون هاي صفحتي على الإعدادات، بما أن الاسم مالتاني ما معلق يعني عادي شو وقت ما أريد أغيره، بس هنا يطلع لك 5 مرات بدل ما يطلع لك مالتي مثل الاسم الأول أو الشهرة أو العارض. المهم يطلع لك هيج. نجي ندخل على هاي، بيكون لازم يكون باللغة العربية مو بالانجليش. نجي ندخل على اضافة او تغيير اسمك المكتوب بلغة معينة، مثل ما تشوفون يطلع هنا، يطلع لك الاسم الاول والشهرة، اكتب ايمن مثلا، ايمن الشهرة الفتلة، انا مسويها، وتكتب الرمز اللي رمزك هو تابع لك، تفتحه في التغييرات. هاي شغلة بسيطة راح يتغير ان شاء الله اسمك. هسه خلصنا من هاي الشغلة. نجي اسم الجروب اللي ما تقدر تغيره، لازم المجموعة سرية. يلا تقدر تتحكم بالاسم، سوي المجموعة سرية فقط، سوي المجموعة سرية، اروح على تغيير الاسم راح يتغير، ما بيها اي اشكال، بس فقط سوي سرية تقدر تغير. شلون جعل حسابك قديم؟ فقط ركز معي، يعني هنا شوف شلون راح اجعله قديم. فقط بما ان حسابي 2014 حد 2005، انا راح اسوي 2004. تدخلون على مناسبة شخصية، ندخل على السفر والتجارة، إنشاء مناسبتك الخاصة، راح يطلع لك هنا فقط ضيف السنة انت اللي رايدها. أنا 2005 هسه راح أسويها 2004. 2004 هنا تقدر تغيرها بيا شهر بيا يوم، فقط تضيف حفر. راح تشوفون هسه، ركز هنا شوف الحساب صار 2004. هاي الشغلة بسيطة وخلصنا منها. جعل صورتك آمنة، لا أحد تخلي الصورة يعني الشخصية ما ياخذ الاي دي مالتها. مرات اشخاص يعني يخمنون بالقالي، النظام القالي نيوكس، ياخذون اي دي ويخمن عليها. لا شوف هسه راح شوف هسه انا صورتي، شوف تدخل على الصورة، تدخل على كلمة تعديل، شوف هي مالتك عام، تدخل على التعديل، تدخل تسويها انا فقط، طتي تم التعديل. هسه ما حد راح يقدر يدخل على الصورة وياخذ ايدي الصورة للحفاظ عليها. عمل فيسبوك بدون رقم، هذا الموقع اللي نسوي فيه ايميل وهمي. ركز معي، سنانة راح يطلع الموقع، راح ننشأ ايميل جديد، مثلا ايمن دوت عادي تشيك نيمز، نعطي هنا هسه راح يطلع لنا مثل ما تشوفون هسه هذا،
أعطانا الإيميل، هذا الإيميل. نجي ناخذ الموقع اللي راح نسجل بيه الفيس بوك. ركز. هسه نضغط على إنشاء حساب جديد. مثل ما تشوفون ننشئ مثلا دنشارات المعلومات مالتك. فقط تجيب الإيميل، نسجل الاسم مثلا علي، البريد تجيب البريد اللي انت سويته، خليه من هنا فقط بدال دوت كوم هذه امسحها وتحط او ار جي. معلومات كثير. اليوم 15 شهر 6 أو 5 سنة 90. رمز الإنتر، رمز الإنتر. هنا تبقى تسجيل. يقول لك يوجد حساب مقترن بالبريد الإلكتروني. لا، نسوي حساب جديد غير هذا. شوف مسوين حساب علي، هذا وين مسوين علي؟ نسوي حساب جديد غيره، حساب جديد علي. هذا الحساب الجديد. ذلك سهل لكم. نجي تسجيل. مثل ما تشوفون تأكيد يقول لك هسه شنو، تروح للإيميل اللي سويته تجيك رسالة check for no mails. خل عليه ايش ما قاعد يدخل. معروف ما يعني سنة خيل صعبة. راح أعيد الإيميل مرة ثانية. مرات اكو ايميلات مشابهة انا مسويها قبل فما قاعد هني. هسه نجي نبدل، نرجع خطوة، نرجع نشوفهم بس نغير الايميل. نجي نشوف نروح للايميل. هاي اللي الرسالة اللي جتنا، فقط نكتب الأحرف B H 9. هذه الرسالة اللي اجتنا، الرسالة اللي اجتنا. تأكيد حسابك، تضغط على تأكيد حسابك شوية. شوية النت، يعني حسب قوة النت. مثل ما تشوف هذا صار الحساب هسه عندك جديد. هذا الحساب مثل ما تشوفون حساب جديد بدون رقم. هسه اللي هنا هذا خلاص شرع. نجي الحصول على الإجابات المنشور اللي نزله للموقع، يعني من موقع هذا الموقع
تشوفون هذا الموقع. ننزل كليك هير، نضغط عليها. هنا تتخطى الإعلان فقط 5 ثواني، انتظر تعطيته خطي، تنسخ هذا اللي يعطيك إياه، تروح تخليه فراغ سبين، موافق. هسه هنا انفتح الموقع مثل ما تشوفون. هنا يقول لك تريد يعني لايكات او كومنت يعني تعليقات، احنا نريد لايكات. 5 ثواني انتظر واضغط موافق، كذلك 5 ثواني وانتظر، يعني هنا مرتين هنا انتظارها كذلك موافق. مثل ما تشوفون دخل للموقع. هسه ندخل على هوست نيم لوست، ندخل نجيب الاي دي مثلا هذه الغلاف، ناخذ اي دي الغلاف ونضغط هنا بهذا الفراغ تحط اي دي الغلاف اللي انت اخذته. سويت المشاهد مو لسه، بس خلي يتوقف التحميل، لان اذا مرات ما يعطي لايكات اذا ضغط تحميل الصفحة. يعني سوي تضغط هنا ومثل شوف مثل ما شفتوا اعطاني اعادة، بس هي طريقة ناجحة لان توقف، لان شوف ظل يبحث. المهم هي طريقة ناجحة هذه والكل يعرف فيها، فقط اللي خطوات اللي سويتها اني سوي مثلهن، دوس اخير شي سبين وراح تحصل على اللايكات. هسه خلصنا من هاي الشغلة. نجي كيفية جعل حسابك آمن ولا أحد يخترقه. هذا يعتمد على رقم موبايل، يعني مثلا تحط على رقم موبايل. بالمناسبة اللايكات كل ربع ساعة تجدد، كل ربع ساعة تجدد. سنجي شلون جعل حسابك ادخل على اعدادات، ادخل على كلمة امان. هنا يقول لك اشعارات تسجيل دخول، يعني شخص دخل الى حسابك، انت موجودات هيك الاغلبية، انت هنا تحط علامات صح. مرات اذا حطيت عن رسالة نصية راح يطلب منك رقم، تخلي رقم موبايلك الخاص وتعطيه حفظ التغييرات. نجي الموافقية على تسجيل الدخول كطبقة أمان، يعني يطلب رمز أمان مثل رقم موبايلك. أي غير ذلك متابعة. هنا يقول لك يعني أنا خار رقمي، أي شخص يدخل حسابك لازم يعني يدخل حسابك من غير متصفح، راح يطلب رقم رمز او لطبقة الامان، راح يجيك اللي الرقم اللي انت خليته هنا، فقط تضغط على صح وتكمل الخطوات. ملت رموز هذه مرات شوي تعطل. المهم هذه الشغلة بسيطة واسهل شيء، يعني هذه الطريقة ومضمونة ولا احد ولا شخص يعني يقدر حسابك المتصفح غريب. لين انا هسه اني شرحي انتهى وياكم، وان شاء الله استفاديتوا من هذا الشرح.
بقى اشياء شلون اسم الجروب مثل ما قلت لكم. لازم مجموعة سرية، جعل حسابه قديم مثل ما شات شرحي. شلون صورتك آمنة، عمل فيسبوك بدون الحصول على إعجابات من الشروط اللي تنزل. ما نجحت وياي لأن شوية النت، فالموقع مضبوط يعطي لايكات. كيفية جعل حسابك آمن مثل ما شات، أشياء ذني بسيطة، ذني اللي ما يعرفهن. وبعد أكو أشياء إن شاء الله على الجايات. وكان معكم أيمن الفتلاوي. هذا الشرح مهداة لجروب فتيان الهكر الشيعي، زائد فتيان الهكر الشيعي كتيبة أبي الفضل عليه السلام. يا ريت دعمكم للقناة، لايك واشتراك، وشكرا لكم. مع السلامة.